هلبسها بقى نشوف. هي دي الهدية. حلوة أوي. بقولك ايه يا أحمد، انت عملت اللي أنا قلتلك عليه؟ هو ايه اللي انت قلتيلي عليه يا ماما؟ أنا مش فاكر. يعني زي ما أنا كنت متخيلة، ما غسلتش المواعين. هروح أغسلهم أنا وأمري لله، ما أنا مخلفتش عيال. اديني بس دقيقة يا ماما وهغسلهم كلهم. خلاص يا ستي كل انا غسلتهم. ماما ردي يا ماما، في ايه؟ انتي مالك ساكتة كده وثابتة ما تتحركيش؟ ها في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ الله، ايه الحكاية؟ هي ماما مالها ثابتة كده مش بتتحرك كأنها مش موجودة؟ اشيل بقى البورنيطة دي احسن، الدنيا حر. ما جاوبتنيش يا احمد، انت غسلت المواعين زي ما انا قلت لك؟ نعم. استنى، اول ما قلعت البرنيطة ماما رجعت تتكلم عادي، كانت ثابتة وما بتتحركش زي الصنم. اذا ما كنتش تقدر ترجع بالوقت وقفه، يبقى انا لما لبست البرنيطة الزمن وقف. واول ما انا كنت في مشكلة اني نسيت اغسل المواعين، الزمن وقف في اللحظة لغاية ما غسلت مواعين. وبعد كده لما قلعت البرنيطة رجعت الحياة عادي تشتغل. ايه ده سحر ده ولا ايه ده؟ ايه ده؟ عموما يا ماما انا غسلتلك المواعين، ما تقلقيش يا حبيبتي، انا غسلتلك المواعين وانا اقدر يعني على عرف الطلب يا ست الحبايب. حبيبي تسلملي، عارفه انك مش هتأثر معايا ابدا. يلا انا هروح احضر الغدا. حلوه البرنيطه دي، سحريه. انا هخليها معايا على طول، وقت ما اتزنق ولا تحصل حاجه البس